ونطير بعد كده للمركز الخامس مع أبرز شخصية نسائية شريرة، نيرس راتشت من فيلم One Flew Over the Cuckoo's Nest، الشخصية اللي الكل أجمع على شرها المطلق، وحتى اللي أدت الدور في الفيلم سنة 75 لويس فلاتشر قالت بإنها ما بقتش قادرة تشوف الفيلم بسبب اللي عملته فيه، يعني اللي عملته مش سهل وغير إنساني بالمرة. والغريب إني شفت الفيلم كله ومش شايف إنها شريرة خالص، هي شريرة جدا في الرواية، مصورينها على إنها النظام أو الحكومة اللي بتفرض نظامها على الناس وبتستخدم أي شيء معاهم علشان تضمن سيطرتها. وتم تصوير المرضى على إنهم المجتمع الأمريكي نفسه وسيطرة النرس الدنيئة عليهم والكلام ده كله. الكلام ده في الرواية، لكن الفيلم حاجة مختلفة، خلوك تكره الممرضة اللي بتحاول تنظم الدنيا وبتهتم بمرضاها بطرق مش أحسن حاجة الصراحة، لكن كانت بتحاول إنها تهتم بالمرضى وتنظم يومهم والكلام ده كله. وخلوك تتعاطف مع مغتصب القاصر وقاتلها وادعى الجنون علشان يدخل المصحة جاك نيكلسون، واللي كان بيحاول إنه يغير في الروتين اللي فرضاه الممرضة، وهي بتحاول تخلي نظامها وروتينها مستمر بمنتهى الذوق والعقل والرقي، عكس صاحبنا البلطجي. هي تسببت في كام كارثة وأذى بشكل غير مباشر، لكن الملام الأول حسب رأيي هو ده الشرير من وجهة نظري، اللي بيحاول يعمل حاجة عكس النظام ويثور عليه بدون مبرر. زي هنا مثلا لما تعرض صاحبنا لجلسة كهرباء، ده أذى بسبب النيرس، بسبب إنه تمرد وعمل فوضى في العنبر. ولا هنا في أواخر الفيلم اللي فعلا موقف صعب، لكن لو بصيت للموضوع بحيادية هي مش السبب الرئيسي في اللي حصل. لكن هنا بالرغم من معرفة إنه مش مجنون بيدعي الجنون، إلا إنها أصرت إنه يفضل تحت رعايتها، فالحتة دي أنا بعتبرها شريرة فعلا. ساعتها شخصنت الموضوع معاه لأنه حاول يهرب من المصحة هنا، بس هي شريرة، عدا ذلك أنا مش شايفها كده بالرغم من نظراتها المريبة والمرعبة. ومن نجاح الشخصية دي اللي فازت بالأوسكار ساعتها مع جاك نيكلسون، اتعمل لها مسلسل باسم الممرضة راتشت مخصوص بيبين شرها بقى وبيحكي تفاصيل كتيرة مش موجودة في الفيلم. يعني في المجمل هي شخصية شريرة جدا في الرواية، لكن في الفيلم لأ. ده رأيي.